الميه فيها سر، وانا هتعرف جزء منه النهارده. اكلك هو مصدر الهيدروكربونات ده الوحيد، فانت بتسميها زي ما انت عايز بقى، تسميها شويه نشويات، ساعات تسميها دهون، ساعات تسميها بروتين، ده كلام الهجاصين بقى اصلا، لان هي بتبقى خلطه. لكن انت قسمتها كده نشويات معقده ومش معقده، ده عبط، ده اسمه كله عبط. ماشي؟ الكربون ده اللي هو الفحم يعني، فانت بتاكل فحم، انت معمول من هيكل فحم وعليه ميه. هيكل فحم وعليه ميه، احفظها كده، انت عباره بتاكل هيكل فحم وعليه ميه. خلاص؟ فالنشويات دهون بروتين، ده اللي بيسموه بقى بتوع التقسيمه اللي هو الخايبه بتاعتهم. والميه طبعا اللي هي الحياه، وده سر الالهي بالمناسبه، يعني الميه فيها سر، الميه فيها سر، وانا هتعرف جزء منه النهارده. فعمليه انتاج الطاقه هي عمليه واحده تحدث في مكان واحد، اللي هي عمليه اكسده الهيدروجين، احتراق الهيدروجين. يعني الوقود الاصلي لجسم حضرتك هيدروجين، احرقه باكسجين، تمام؟ في وجود الحراره اطلع ميه، اطلع ايه؟ ميه. الميه اللي هي اكسيد الهيدروجين. طبعا انت ما تعرفش المعلومه دي، ان الميه هي اكسيد الهيدروجين، يعني الميه ناتجه عن اكسده الهيدروجين. خلاص؟ الميه ناتجه عن ايه؟ عن اكسده الهيدروجين. فانا عايز هيدروجين عشان احرقه بالاكسجين. يبقى عمليه انتاج الطاقه في الجسم كلها معروفه في حته واحده. فين الحته الواحده دي؟ في الميتوكوندريا. في الميتوكوندريا، في الغشاء الداخلي بتاعها، بتعمل عمليه ايه؟ اكسده او احتراق الهيدروجين. فانتاجه النهائي ايه؟ ميه. الميه هي الفضلات النهائيه لاحتراق الهيدروجين. الميه هي الفضلات النهائيه لاحتراق الهيدروجين. فبالتالي انت بتنتج الميه كفضلات، انت بتنتج الميه كفضلات. يبقى اي كائن حي من ضمنهم الانسان يحتوي على كبد، يحتوي على كبد وعنده احشاء، هينتج حاجتين، ميه وكربون دايوكسيد. هقول لك ليه بعدين. وبينتج حراره. طيب الاكسجين، الاكسجين وفهمناه، الاكسجين جاي من الهواء الجوي، هو موجود بنسبه 20% ل 21% في الهواء، فانا هتنفسه في الرئه بتاعتي وهوصله للاماكن بتاعت الاحتراق. تمام؟ تمام. يبقى الاكسجين موجود في الهواء، ده خاص، ده متوفر. امال الهيدروجين موجود بنسبه 0 في الهواء الجوي، 6 لكل 10 مليون. يعني في كل 10 مليون هواء في 6 هيدروجين، يعني تقريبا 0. تقريبا ايه؟ 0. هجيبه منين بقى الهيدروجين ده؟ لازم يدخل في اكل اللي هو السكر. يبقى معنى كده ان انا عشان اجيب هيدروجين اوصله للاكسجين اللي بتنفسه، الهيدروجين ده مش هيجي هيدروجين لوحده، ده لازم استخلصه من مركب كيميائي هاكله. مركب كيميائي ايه؟ هاكله. فانت هتاكله سكر. هتاكله ايه؟ سكر. اللي انا بقول لك عليه بقى، كل سكر كل سكر كل سكر، طول ما انا قاعد بقول لك كل سكر كل سكر كل سكر. بمعنى كده ان السكر او المواد الغذائيه اللي داخله لك، اللي احنا قلنا عليها من شويه ايه؟ احنا قلنا ايه؟ اكلك هو مصدر الهيدروكربونات، سواء نشا او دهون او بروتين. لكن الميه مش هتبقى مفيده في الحاله دي، لان الميه هي اصلا هيدروجين متاكسد، فخلاص ملهاش لازمه. يبقى الاكل لازم يخش في صوره ايه؟ هيدروكربونات. واكتر هيدروكربون مشهور عندنا الجلوكوز. الجلوكوز اللي هو الايه؟ السكر. فانت لازم تعرف بقى مصير السكر في الجسم ايه. يعني الدكتور ضياء طول النهار فلقك كل سكر مع انت بتنتج سكر، صح؟ مش هو ضياء بيقول كده؟ كل سكر مع ان انت جسمك بينتج ايه؟ بينتج سكر. مصير السكر في الجسم، كلت جلوكوز، يا اما ستورج يعني تخزين، او يوتيلايزيشن استهلاك او استخدام. يا ستورج يا يوتيلايزيشن. الستورج ليه شكلين، يا اما يبقى بوليمر،
بوليمر، يعني اخزنه بصوره عديد السكريات. اجيب السكر والزقه سكر في سكر في سكر في سكر في سكر، بقى اسمه عديد السكريات. عديد ايه؟ عديد السكريات. فعديد السكريات ده اسمه نشا، اسمه جلايكوجين. ده في الحيوانات، اسمه ستارش في النباتات. يبقى السكر لما بدخله الجسم، لو هعمله بوليمرايزيشن، يعني اعمله عمليه تعديد، الزقه بوليمر بقى اسمه ايه؟ او احوله لدهون، ودي عمليه تصنيعيه بقى. الدهون دي عمليه تصنيعيه. يا اما يوتيلايزيشن، يبقى يا ستورج يا يوتيلايزيشن. يوتيلايزيشن ده بقى ليه طرق حسب الاحتياج وحسب نوع الخليه. تاني يبقى اليوتيلايزيشن ده ليه كذا طريقه هعرف استخدم السكر فيها، حسب الاحتياج، احتياج الجسم دلوقتي لايه، ونوع الخليه دي شغاله ازاي. السكر 6 كربونات، بعد اول يوتيلايزيشن، اول استخدام، هوصل بيه للبيروفيك. عشان ارجع بيه سكر تاني، محتاج اخش الاول الميتوكوندريا تعمله اوكزالو اسيتيك، والاوكزالو اسيتيك يجيب الكومباوند اللي قبل البيروفيك ويلف بيه تاني. يبقى العمليه دي محتاجه ايه؟ ميتوكوندريا. صح. طب افرض انا ما عنديش ميتوكوندريا، او لا تعمل لنقص الاكسجين. مين اللي عندك امثله لكده؟ كرات الدم الحمراء اتلاكس ميتوكوندريا اتسلف، هي ما فيهاش ميتوكوندريا اصلا كرات الدم الحمراء. يا اما لو عضله مجهده والاكسجين مش واصل لها، الميتوكوندريا مش شغاله. في الحاله دي هيحصل ايه؟ السكر هيمشي الكلاسيك باث واي، بس هيقف عند البيروفيك هنا. نهايه حتميه، والبيروفيك يبقى لاكتيك بعد شويه. يبقى في الحاله دي الجلوكوز مشي الباث واي اللي هو اسمه امدن ماير هوب باث واي، وصل للبيروفيك، البيروفيك بقى لاكتيك بعد شويه. ده حمض اللاكتيك بقى اللي كل شويه يسالك عليه. كرات الدم الحمراء والخلايا العضليه اثناء ممارسه العضلات بقوه بتستهلك الجلوكوز كله. كل الجلوكوز بتستهلكه وتطلع منه حمض من اتنين، يا بيروفيك يا لاكتيك. وهو اصلا البيروفيك الاول، والبيروفيك يحصل له عمليه ريدكشن، اختزال. ازيك يا صلاح؟ البيروفيك يتحول للاكتيك مع تراكمه. يبقى معنى كده ان كرات الدم الحمراء عشان ما فيهاش ميتوكوندريا بتاخد الجلوكوز تحرق فيه، او مش بتحرقه، بتكسره. ما هي ما بتحرقش اصلا، لان الباث واي ده ما فيهوش حرق. الباث واي ده فيه ايه؟ في عمليه تكسير. تمام. الكربونه 6 ودول بقوا 3، فهو انا كسرته 2 بس، عملت 2 بيروفيك. يبقى كل جلوكوزايه عملت 2 بيروفيك. تمام. انا ما عنديش ميتوكوندريا هنا، لان العضله ما فيهاش اكسجين دلوقتي، او الميتوكوندريا مش موجوده زي كرات الدم الحمراء، فبالتالي انا هقفل على بيروفيك كده. يبقى كرات الدم الحمراء طول النهار بترمي في الدم ايه؟ في البلازما بيروفيك، والبيروفيك يتحول للاكتيك بايه؟ بريدكشن. خلاص؟ حلو الكلام. يبقى نهايه حتميه جوه العضلات او جوه كرات الدم الحمراء بيروفيك ولاكتيك.